السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا تالتة اعدادي؟ انا مس سارة وجاية النهاردة اراجع لك على منهج الفرنساوي عشان امتحان نص السنة. هنقسم المراجعة بتاعتنا لفيديوهين. الفيديو الاول وده هيبقى خاص بالشرح، هشرح لك فيه كل فتفوتة في المنهج بحيث تبقى ملم بشرح المنهج كله. والفيديو التاني هيبقى خاص بالأسئلة وحل التمارين، هحل معاك كم كبير من الأسئلة وكمان هحل معاك نماذج استرشادية مطابقة لنفس المواصفات الجديدة للامتحان. طب هنشتغل من ايه النهارده؟ كتاب لافي منزل لنا PDF خاص بالمراجعه، مقسم PDF برضو لجزئين، الجزء الاول شرح والجزء التاني اسئله، وهسيب لك PDF على جروب التليجرام تقدر تنزله في اي وقت. فيلا بقى نسمي الله ونبدا مع بعض المراجعه. المنهج عندي بيتكون من 3 وحدات: موديل A، موديل 2، موديل 3. نبدا اول حاجه بموديل A. الوحده الاولى عندي بعنوان ميز اكتيفيتي دو الوزير، أنشطة وقت الفراغ. بيكلمني هنا في الوحدة الأولى عن الأنشطة اللي ممكن أعملها في وقت الفراغ، سواء كانت ألعاب ترفيهية أو كانت رياضات. نبدأ أول حاجة بالكلمات. أول جدول عندي وده جدول الكلمات المذكرة. أول كلمة عندي كلمة رياضة، سبور. كلمة رياضة مذكر مش مؤنث. كرة، بس كرة كبيرة مش كرة صغيرة، اللي هي الكرة اللي أقدر ألعب بيها كرة القدم أو الباسكت بول أو الفولي بول، اسمها أبالو. نادي كلوب. وقت فراغ أو هواية الوزير. سينما. حديقة أو منتزه بارك. رغبة أو ميل جو. فندق أوتيل. زميل كاماراد كاماراد. كلمة زميل من الكلمات اللي عندي في الفرنساوي تنفع مذكرة وتنفع مؤنثة لأنها بتنتهي بحرف الأو، فتنفع بمعنى زميل وتنفع بمعنى زميلة. عايزة أقول زميل أقول كاماراد. طب عايزة أقول زميلة هأنس بس الأداة، بدل أخليها تبقى كاماراد. رحلة أو سفر فواياج. زميل عمل زميلي في الشغل كولاج. وكلمة كولاج برضو تنفع زميل عمل وزميلة عمل لأنها برضو بتنتهي بحرف الأو، فعايزة أقول زميل عمل أقول كولاج. طب زميلة عمل كولاج، هأنس بس الأداة. استاد. أنطق لك الجنب ده مرة كمان: أسبور، أبالو، أكلوب، الوزير، السينما، بارك، جو، اوتيل، كامارات، فواياج، كولاج، استاد. ونيجي للجنب التاني وأول كلمة عندي دراجة أو عجلة، فيلو. كلمة عجلة عندنا مذكر مش مؤنث. آلة موسيقية ودي من الكلمات المهمة عايزاك تعمل عليها دايرة، انسترومو ميوزيكال. ودي كلمة مفرد مذكر، هيجي يسألك ما الآلة الموسيقية التي تعزف عليها أو ما الآلة الموسيقية التي تحبها. هنا بستخدم كل المفرد المذكر عشان كلمة ميوزيكال مذكرة. وهناخد كمان شوية الآلات الموسيقية كلها. مدينة الملاهي بارك داتراكسيو. وقت الفراغ لوتولابر. وقصادها بالظبط كلمة وقت الفراغ اللي خدناها في الجدول الأول اسمها ايه؟ لوزير. المتحف المصري ميزي إيجيبسيا. أعمال الحديقة أو البستنة جارديناج. يعني ايه أعمال الحديقة؟ أنا مثلا قدام بيتي حديقة اللي هي بتاعتي تبع بيتي، كل فترة مفروض إن أنا بعمل تنظيف للحديقة، أنظف منها الحشائش، وكمان لو في شجر كبير أو المنظر بتاعه مش كويس بقص الورق بتاعه وسمسمه، فده اسمه أعمال الحديقة. نهاية الأسبوع لو ويكاند. الويكند عندنا في مصر يوم الجمعة، يبقى كلمة ويكند في مصر بتساوي لو فوندردي يوم الجمعة. طب لو في فرنسا عندهم الأجازة السبت والحد، يبقى الويكند عندهم ده بيساوي لو سامدي السبت ولو ديمانش الحد. شاطئ البحر بور دو لا مار. ألعاب الفيديو جو فيديو. لعبة الكوتشينة اسمها لي كارت. الدومينو دومينو. الشطرنج إشاك. أقول لك الجنب ده مرة كمان: عجلة فيلو، آلة موسيقية انسترومو موزيكال، مدينة الملاهي بارك داتراكسيو، وقت الفراغ لوتولابر، المتحف المصري لو ميزي إيجيبسيا،
أعمال الحديقة لو جارديناج، نهاية الأسبوع لو ويكاند، شاطئ البحر لو بور دو لا مار، ألعاب الفيديو لو جو فيديو، لعبة الكوتشينة لي كارت، الدومينو لدومينو، والشطرنج ليزي شاك. ونيجي للجدول التاني وده جدول الكلمات المؤنثة. أول كلمة عندي هواية une passion، une passion. لو جه سألك ما هوايتك هيقولك ايه quelle est ta passion، وهنا طبعا كل المؤنثة عشان كلمة هواية مؤنثة. حمام سباحة une piscine، une piscine. بعمل ايه في حمام السباحة؟ بسبح، فيرب يسبح اسمه nager. مرة une fois، une fois. خد بالك كلمة مرة دي من الكلمات المهمة جدا عندي في الفرنساوي. ليه؟ كلمة مرة تنفع مفرد وتنفع جمع، بتنتهي بحرف الاس. فلما اقول لك une fois معناها مرة، لكن لو قلت لك des fois مرات. عائلة une famille، une famille. أغنية une chanson، chanson. لو عايزة أقول لك ما الأغنية التي تفضلها أو التي تسمعها، هنا هستخدم إيه؟ هستخدم كل المفرد المؤنث عشان أغنية مفرد مؤنث. شاطئ une plage، plage. الرسم une peinture، peinture. دعوة زي الإنجليزي، الإنجليزي اسمها invitation، عندنا نفس الكتابة بس النطق مختلف. une invitation، invitation. فترة النهار اللي هو طول النهار une journée، journée. نشاط، واعمل لي على كلمة نشاط دايرة واكتب لي جنبها مهم. كلمة نشاط اسمها une activité. كلمة نشاط تعتبر من أهم الكلمات اللي عندي في الدرس. ليه بقى؟ لأنها عنوان الوحدة أصلا. كلمة نشاط للأسف انت بتربط لي العربي بالفرنساوي وتقول لي ان نشاط مذكر. لا، كلمة نشاط عندنا مؤنثة اسمها une activité. بيجيلك سؤال مهم جدا ويقولك ما الأنشطة اللي بتمارسها في وقت الفراغ، أو إيه أنشطتك المفضلة. ففي الحالة دي بستخدم كل الجمع المؤنث عشان كلمة نشاط جمع مؤنث. طب لو قال لي ما النشاط الذي تمارسه، لو نشاط واحد يبقى كل المفرد المؤنث، أنشطة يبقى كل الجمع المؤنث. نيجي للجنب التاني، مكتبة قراءة اللي هي المكتبة العامة in bibliothèque، bibliothèque. قصة in histoire، histoire. مسجد in mosquée، mosquée. تصوير in photographie، photographie. نزهة أو خروجة in promenade، promenade. سهرة in soirée، soirée. القراءة la lecture، la lecture. والقراءة بتساوي فيرب يقرأ، فيرب يقرأ اسمه عندنا lire، lire. الموسيقى la musique، la musique. الأوبرا، دار الأوبرا l'opéra، l'opéra. الأجازة les vacances، les vacances. كلمة الأجازة جمع مؤنث والمقصود بيها الأجازة الصيفية اللي هي بناخدها بعد انتهاء العام الدراسي. وجايب لي كمان جدول، وده جدول فترات اليوم. أول حاجة الصباح، الصباح اسمه ايه؟ لو ماتا. طب الظهر المقصود بيها الساعة 12 الظهر بالظبط، لو ميدي، لو ميدي. طب بعد الظهر لابريميدي، لابريميدي. تاني الصباح لو ماتا، الساعة 12 الظهر لو ميدي، بعد الظهر لابريميدي. المساء بقى بالليل لو سوار. الليل اللي هو مثلا بعد الساعة 10 كده لانوي اللي هي الليلة. طب منتصف الليل اللي هي الساعة 12 منتصف الليل لو منوي، لو منوي. ونيجي للجدول اللي بعد كده وده جدول الرياضات، وده جدول مهم جدا لازم تحفظه. ليه يا ماس؟ عشان هشرح لك دلوقتي افعال اسمها افعال الرياضات، الافعال بتجمع الرياضات. هشرح الافعال ازاي وانت مش حافظ الرياضات؟ ما ينفعش. اتفقنا ان كلمة رياضة مفرد مذكر فجمعها جمع مذكر. لو استخدمنا معاها اما كل المفرد المذكر لو كانت مفرد، وكل الجمع المذكر لو كانت جمع. او رياضة عندي كرة الطايرة لو فولي بول، فولي بول. كرة السلة باسكت بول، باسكت بول. القدم فوتبول، اليد لو بال. التنس لو تينيس، لو تينيس. تنس الطاولة اللي هو البينج بونج، لو بينج بونج. ركوب الدراجات لو سيكليسم، سيكليسم. جنب ده مرة كمان فولي بول، باسكت بول، فوتبول، بال، تنس، بينج بونج، سيكليسم. ركز، كل اللي قلناه دلوقتي مذكر مش مؤنث، كلهم مذكر. نيجي للجنب التاني، التزحلق على الجليد لو سكي، لو سكي. اليوجا لو يوجا. المصارعة لاليت، لاليت. بدأنا في المؤنث اهو، المصارعة لاليت. الملاكمة لا بوكس. السباحة لا ناتاسيون، ناتاسيون.
لعبة الكرات الحديدية لا بيتونك. بيتونك الفروسية اللي يركب الخيل. ليكيتاسيون. ليكيتاسيون. انطق لك الجنب ده كمان مرة. تزحلق على الجليد لو سكي. اليوجا ليوجا. المصارعة لا ليت. الملاكمة لا بوكس. السباحة لا ناتاسيون. لعبة الكرات الحديدية لا بيتونك. الفروسية ليكيتاسيون. كلهم عندك مذكر، لكن من أول المصارعة لحد الفروسية دول المؤنثين. ونيجي للجدول اللي عندي بعد كده، وده جدول الآلات الموسيقية، ولازم تحفظه ولازم تركز معايا ايه الآلة المذكرة وايه الآلة المؤنثة. أول آلة عندي البيانو لو بيانو. بيانو. الكمان لو فيلون. فيلون. الساكسفون لو ساكسفون. ساكسفون. التلاتة دول مذكر. ركز معايا بقى في اللي جاي. الجيتار لا جيتار. جيتار مؤنثة. الناي لا فليت. فليت مؤنثة. البوق لا ترومبيت. لا ترومبيت ودي برضو مؤنثة. يبقى أنا عندي قلت 3 مؤنثين لحد دلوقتي. لا جيتار، لا فليت، لا ترومبيت. الاتنين اللي فاضلين مبدوئين بمتحرك. الأورج لورج، والأكورديون لاكورديون. لاكورديون. يبقى أنا عندي جدول الآلات الموسيقية لازم أحفظه. عندي 3 مذكرين و3 مؤنثين و2 مبدوئين بمتحرك. لو بيانو ولو فيلون ولو ساكسفون دول مذكرين. لا جيتار، لا فلوت، لا ترومبيت ودول مؤنثين. اللي بدأ بمتحرك لورج والاكورديون. ونيجي للجدول اللي بعد كده عندي، وده جدول الأفعال. وأول فعل عندي فيرب جوي. جوي. فيرب جوي ليه معنيين، بمعنى يلعب وده بيجي مع الرياضات، وبمعنى يعزف وده بيجي مع الآلات الموسيقية، وهنشرحه كمان شوية بالتفصيل. تاني فيرب براتيكي. براتيكي يمارس، وده برضو بيجي مع الرياضات. تالت فيرب يحب. ايمي. ايمي. يفضل بريفيري. بريفيري. يعشق. ادوري. ادوري. يكره. ديتستي. ايمي، بريفيري، ادوري، ديتستي. الاربع افعال دول بنسميهم افعال الميول، بستخدمهم عشان اعبر بيهم عن ميلي، عن الحاجات اللي بحبها والحاجات اللي ما بحبهاش. نيجي للجنب التاني. فيرب يقابل. رونكونتري. رونكونتري. يرسم. ديسيني. ديسيني. يزور. فيزيتي. فيزيتي. يفكر. بونسي. بونسي. يعود أو يرجع. رونتري. رونتري. يحضر. أبورتي. أبورتي. يسافر، كنا واخدين فوق رحلة أو سفر فوياج. يسافر بقى فوياجي. فوياجي. يتصفح، غالبا يتصفح الإنترنت. سيرفي سير إنترنت. سيرفي سير إنترنت. يقرأ. لير. لير. خدنا فيرب لير فوق مع كلمة لا لكتير القراءة. يخرج. سورتير. يرحل. بارتير. ونيجي لآخر جدول عندي، وده جدول متنوعات، بيبقى فيه صفات، ظروف، حروف جر، تعبيرات. أول حاجة يدوي. صفة بمعنى يدوي. مانويل. مانويل. ثقافي. كولتورال. كولتورال. مفضل. بريفيري. بريفيري. مهم. امبورتون. امبورتون. مجاني. كراتوي. كراتوي. نعم. أيوة. وي. عكسها لأ. نو. بلا. سي. والتلاتة دول هنشرحهم بالتفصيل كمان شوية. على النت. سير انترنت. غالبا ودائما واحيانا، والجنب التاني هتلاقي كلمتين، واحدة اسمها نادرا اللي هم اخر كلمتين، واحيانا برضو. ال5 كلمات دول بنسميهم ظروف التكرار. ظروف التكرار. اول حاجة غالبا. غالبا يعني سوفون. دايما. توجور. احيانا. كلك فوا. وفي احيانا تانية بارفوا. مال نادرا. رارمو. هقولهم لك تاني. عندي 5 كلمات اسمهم ظروف التكرار، هنشرح عليهم كمان شوية برضو. غالبا سوفون. دايما توجور. احيانا كيلك فوا. نادرا رارمو. واحيانا بارفوا. نيجي بقى الكل. عندي كلمتين بمعنى كل. عندي تو واخواتها الاشكال اللي تحتيهم دول، وعندي شك مكتوبة في الجنب التاني. ايه الفرق بين الاتنين؟ نبدأ اول حاجة بشك. شك دي بيجي بعديها اسم مفرد، سواء كان اسم مفرد مذكر او اسم مفرد مؤنث. اسم مفرد بس. شك عشان استخدمها بيجي بعديها الاسم لازق فيها على طول. يعني لازق فيها، عايزه اقول لك كل يوم اقول لك شك جور على طول كده. عايزه اقول لك كل بنت اقول لك شك في كل بنت، من غير فواصل. لكن نيجي لتو،
أنا عندي تو 4، واحدة للمفرد مذكر، واحدة للمفرد المؤنث، واحدة للجمع المذكر، وواحدة للجمع المؤنث. عشان استخدمهم تو بتيجي بعديها محدد اللي هو أداة زائد الاسم. يعني ايه يا مس؟ عايزة اقولك كل الأيام tous les jours، ما اقولش toujours، لا اقول tous les jours كل الأيام، لازم يبقى فيه فاصل. عندي تو الأولى بيجي بعديها اسم مفرد مذكر، تو التانية اسم جمع مذكر، تو التالتة اللي هي توت التالتة عفوا، توت التالتة بيجي بعديها اسم مفرد مؤنث، توت الرابعة اسم جمع مؤنث. نيجي بقى للجنب التاني، عندي حرف الجر اللي بمعنى بعد أبري، أبري، وعندي أفيك. حرف الجر أفيك ليه معنيين، المعنى الأول بمعنى مع. طب امتى استخدمه بمعنى مع؟ لو جه بعده عاقل، زي ما أقولك جو في أو كلوب افيك مون كوبان، أن أذهب إلى النادي افيك مون كوبان مع صديقي. أنا عندي صديقي ده عاقل، فهنا حرف الجر افيك بمعنى مع. طب لو قلتلك جيكري افيك مون ستيلو، أنا بكتب بقلمي، هنا القلم غير عاقل، فهنا حرف الجر افيك بمعنى بي. يبقى افيك لو جه بعده عاقل يبقى بمعنى مع، لو جه بعده غير عاقل يبقى بمعنى بي. عند شيء، شيء نفس أو ذات، مم. عندك بقى كل اللي هي شك اللي قلنا عليها، وعندي أثناء أو خلال بوندو، ونادرا ررمو، وأحيانا بارفوا. خلصنا كلمات موديل ندخل بقى على الشرح، ونبدأ أول حاجة بالأفعال اللي بتجيلي مع الرياضات. عندي أفعال بستخدمها وأنا بتكلم عن الرياضة. عندك كام فعل؟ عندي 3 أفعال. أول فيرب عندي فيرب جوي بمعنى يلعب، تاني فعل فار بمعنى يمارس، تالت فعل فيرب براتيكي برضو بمعنى يمارس. يبقى أنا عندي 3 أفعال بستخدمهم مع الرياضات، فيرب جوي يلعب، فار يمارس، براتيكي يمارس. هنبدأ بأول فعل وهو فيرب جوي، بالراحة معايا كده. فيرب جوي فعل مجموعة كام؟ من نهايته اللي هي الأو آر عرفت على طول إن فعل مجموعة أولى، فمش هنصرفه مع بعض، احنا عارفين تصريف فعل المجموعة الأولى. عشان نستخدم فيرب جوي مع الرياضات بيجي بعده حرف الجر الأ دي عندي بتتحول للأو، ألا، الأبوستروف أو. تاني، عشان استخدم فيرب جوي مع الرياضات بيجي بعده حرف الجر الأ عندي بتتحول للأو، ألا، الأبوستروف أو. بيجي بعد فيرب جوي ايه بقى؟ رياضة بها كرة. رياضة عشان امارسها يبقى محتاج كورة، زي ايه مثلا؟ زي الفوتبول، زي الباسكت بول، الفولي بول، التنس، البينج بونج، دي كلها رياضات عشان امارسها محتاج كورة. طب وايه كمان؟ هما الرياضات اللي فيهم كورة بس؟ لا، وكمان الأنشطة، وكمان الألعاب الترفيهية أو الألعاب الذهنية، وكمان ألعاب الفيديو. يبقى جوي هيجي بعده حرف الجر الأ عندي بتتحول للأو، ألا، الأبوستروف أو، زائد رياضة بها كرة، وأنشطة ألعاب ترفيهية أو ألعاب ذهنية، وألعاب الفيديو. طب أنا إمتى بستخدم كل حرف جر من دول؟ نبدأ أول حاجة بالأو. الأو بيجي بعديها اسم مفرد مذكر مبدوء بساكن، اسم مفرد مذكر مبدوء بساكن، زي جوجو أنا بلعب، أو فوتبول بلعب كرة القدم. فوتبول مذكرة مبدوءة بحرف الإف ساكن فخدت أو. تاني حرف جر ألا، ألا بيجي بعديها اسم مفرد مؤنث مبدوء بساكن، زي جوجو ألا كورد أصوتي بلعب نط الحبل، أو جوجو ألا بيتونج بلعب رياضة الكرات الحديدية. 3 الأبوستروف بيجي بعديها ايه؟ بيجي بعديها اسم مفرد سواء كان مذكر أو مؤنث بس مبدوء بمتحرك، زي جوجو أليكيتاسيون الفروسية اللي هي ركوب الأحصنة. واخر حاجة الأو، ودي بيجي بعديها اسم جمع بنوعيه سواء كان الجمع ده جمع مذكر أو جمع مؤنث. اديني مثال، جوجو أوزيشاك أنا بلعب شطرنج، أو كارت كوتشينة، وجو فيديو ألعاب فيديو. تاني حاجة فيرب جوي ينفع يجي بعده آلة موسيقية، استخدمه مع الآلات الموسيقية، وهنا ما بيبقاش بمعنى يلعب، امال بيبقى بمعنى ايه؟ بمعنى يعزف على الآلات الموسيقية. طب بيجي بعده ايه؟ بيجي بعده حرف الجر لا، جوي عشان يبقى بمعنى يعزف بيجي بعده حرف الجر دو، والدو عندي بتتحول للدو، دولا، دو إلا أبوستروف دي. جوي عشان يبقى بمعنى يعزف ويجي بعده آلة موسيقية بيجي بعده حرف الجر دو، والدو عندي بتبقى دو، دولا، دو الأبوستروف دي، زائد آلة موسيقية. طب امتى استخدم كل واحدة من دول؟ نبدأ بأول واحدة، الدو بيجي بعديها اسم مفرد مذكر مبدوء بساكن، زي جوجو أنا بعزف دو بيانو على البيانو.
طب الدولا بيجي بعديها اسم مفرد مؤنث مبدوء بساكن، زي جوجو دولا جيتار، أنا بعزف على الجيتار، أو دولا ترومبيت، على الترومبيت. 3 الدو اللي أبوستروف بيجي بعديها اسم مفرد سواء كان مذكر أو مؤنث مبدوء بمتحرك، زي جوجو دولورج، أنا بعزف على الأورج. والدي ودي بيجي بعديها اسم جمع بنوعيه، دي معروفة. نيجي بعد كده عايزة أنبهك لحاجة، وإن فيرب جوي ده بنقول عليه فعل قوي شخصية. يعني إيه فعل قوي شخصية؟ مثل فعل قوي شخصية بالنسبة للدرس بتاعنا ده إن هو مش بيتأثر بالنفي، النفي ما بيأثرش فيه، سواء كان معاه آلة موسيقية أو رياضة. اديني مثال يا مس عشان انا مثلا بقول لك جوجو او فوتبول، انا بلعب كرة قدم. عايزه انت الجملة دي هقول ايه؟ جو نو جو با او فوتبول، انا لا العب كرة قدم. الاو اتغيرت اتحولت لاي حاجة؟ لا، زي ما هي ثابته. ليه؟ لان فعل جوي مش بيتاثر بالنفي. طب اديني مثال كمان مع الالات الموسيقيه. جوجو دو بيانو، انا بعزف على البيانو. عايزه انفيها يبقى جو نو جو با، انا لا اعزف دو بيانو على البيانو. حاجه اتغيرت؟ مفيش حاجه اتغيرت. ليه؟ لان فعل جوي من الافعال قويه الشخصيه مش بيتاثر بالنفي. وتاني فعل بيجيلي مع الرياضات فيرب فير. فيرب فير فعل فير بمعنى ايه يا مس؟ بمعنى يمارس. فعل مجموعة كام؟ فعل مجموعة تالتة، يعني شاذ في تصريفه، يعني لازم تحفظ تصريفه زي ما هو. ممكن يجيب لي تصريف فير في الامتحان؟ وارد جدا يجيبهولك. تصريفه كالآتي: جو في، tu fais مع الجو تي زي بعض، il fait و elle fait. nous faisons، vous faites، il والelle font. مرة كمان: je fais، tu fais، il fait، elle fait. nous faisons، vous faites، il faut و elle font. فعل فعل عشان استخدمه مع الرياضات بيجي معاه ايه؟ بص يا سيدي، فعل فعل بيستخدم مع الرياضات والآلات الموسيقية، والاتنين بيجي معاهم نفس الأداة. فعل فعل بيجي بعده أداة تجزئة. ايه هي أدوات التجزئة؟ دو، دو لا، دو الأبوستروف دي، زائد آلة موسيقية أو أي رياضة. تاني، فعل فعل بيجيلي مع الآلات الموسيقية والرياضات بنفس الأداة اللي هي أداة ايه؟ أداة التجزئة. فيرب فعل ده بيجيلك بعده ايه؟ بيجيلي بعده أداة تجزئة زائد رياضة أو آلة موسيقية. بصيلي على أدوات التجزئة كده. الدو اللي هي الديو بيجي بعديها ايه؟ اسم مفرد مذكر مبدوء بساكن. طب الدولا اسم مفرد مؤنث مبدوء بساكن. طب الدو اللي أبوستروف اسم مفرد مذكر أو مؤنث مبدوء بمتحرك. طب الدي اسم جمع بنوعيه. طب اديني أمثلة يا مس. هديك أمثلة بقى، رياضات، آلات موسيقية، الاتنين مع بعض. أقول لك جو في، أنا بمارس، دو تنس، التنس. تمام، التنس عندي مذكر مبدوء بحرف التي ساكن فخد الدو. طب اقول لك جو في دو فيلو، انا بعزف على الناي. تمام، الناي مذكر ومبدوء بحرف الفي ساكن فخد دو اللي هي الديو. اقول مثلا جو في دو لا ناتاسيون، انا بمارس رياضة السباحة. اقول جو في دو لا ترومبيت، انا بعزف على البوق. كنت لسه بقول من شوية ان فعل جوي فعل قوي الشخصية مش بيتأثر بالنفي. طب فيرب فير برضو قوي الشخصية؟ لا، فيرب فير من الأفعال ضعيفة الشخصية تتأثر بالنفي. يعني ايه تتأثر بالنفي يا مس؟ يعني لما تكون الجملة اللي فيها فير منفية ولازم يكون فعل فير هو الفعل اللي بين طرفي النفي، لازم فير اللي يكون بين طرفي النفي. حول أدوات التجزئة عندي إلى الدو أو الدي أبوستروف. نقول تاني، عند النفي تتحول أدوات التجزئة إلى الدو أو الدي أبوستروف. اديني جملة يا مس مثال كده. أقول لك جو في دو تنس، أنا بمارس التنس. انفيل الجملة دي هتبقى جو ني في با دو تنس. ايه ده؟ هي دي اتحولت لدي ليه؟ لأن فيرب فير اتنفى، فعل فير بتأثر بالنفي. طب اديني مثال كمان مع الآلات الموسيقية. أقول لك جو في دو بيانو، أنا بعزف على البيانو. أنفيها يبقى جو ني في با دو بيانو، ده برضو الدو اتحولت، قلت لك فعل فير بيتأثر بالنفي. طب بص الجملة دي، جام فار دو لا ناتاسيون، أنا بحب أمارس السباحة. انفيل الجملة دي. الجملة دي فيها كام فعل؟ فيها فعلين، الفعل الأول إيمي والتاني فعل فعل. هعمل ايه بقى؟ أحط نهون بين طرفي النفي. لما يكون عندك في الجملة فعلين فقط نضع الفعل الأول بين طرفي النفي اللي هو ايه؟ إيمي. يبقى جو نيم با، أنا لا أحب. فير بره طرفي النفي اهو. دو لا ناتاسيون، ايه ده يا مس؟ انت ما حولتيش اداة التجزئة ليه؟ لان فعل فير مش هو الفعل الواقع بين طرفي النفي. امال مين اللي واقع؟ ايمي. في الحالة دي
فير ما بيتأثرش، ولا أدوات التجزئة بتتأثر. ليه؟ لأن أنا ما دخلتش بين طرفي النفي عشان تحول لي أداة التجزئة. لما أكون أنا اللي بين طرفي النفي حول لي أداة التجزئة عادي. يبقى أنا عندي فعل فعل بيجي بعده آلات موسيقية ورياضة معاهم إيه؟ أدوات تجزئة. بس خد بالك، عند النفي تتحول أداة التجزئة إلى الدو أو الدي أبوستروف، بشرط إن فعل فير هو يكون هو الفعل الواقع بين طرفي النفي. ونيجي لتالت فعل معايا مع الرياضات، وفي الحقيقة ده مش فعل واحد، دول 5 أفعال. أول فيرب منهم فيرب براتيكي يمارس. في إيه تاني غير يمس؟ عندي أفعال الميل. من شوية وإحنا بنقرأ في الكلمات كان معانا في جدول الأفعال 4 أفعال، قلتلك ال4 دول اسمهم أفعال الميل. إيه هم؟ إيمي يحب، أدوري يعشق، بريفيري يفضل، ديتستي يكره. ركز معايا تاني، أنا عندي 5 أفعال: براتيكي يمارس، إيمي يحب، أدوري يعشق، بريفيري يفضل، ديتستي يكره. دول بيجي معاهم رياضات، بس بيجي معاهم إيه الأدوات اللي بتيجي معاهم؟ بيجي معاهم أدوات معرفة. مفيش أسهل من كده. يبقى أنا ال5 أفعال دول بيجي بعدهم أدوات معرفة زائد أي رياضة. إيه هي أدوات المعرفة لو حد مش عارفها؟ اللو واللا والال أبوستروف واللي. مرة كمان، عندي 5 أفعال: براتيكي، إيمي، أدوري، بريفيري، ديتستي. بيجي بعديهم أداة معرفة زائد أي رياضة. وال5 أفعال عندي أفعال مجموعة أولى، يعني مش محتاجين نحفظ تصريفات ولا حاجة. أديك مثال، أقول جام لو تنس، أنا بحب التنس. جادور لو يوجا، أنا بعشق اليوجا. أقول لك جو ديتاست لو فوتبول، أنا بكره كرة القدم. أقول كمان جو براتيك لا ناتاسيون، أنا بمارس السباحة. طب وال5 أفعال دول يا مس بيتأثروا بالنفي ولا لأ؟ لأ، مش بيتأثروا بالنفي. يعني النفي ما بيحولش حاجة ولا بيحول فيهم أي حاجة. هديك جملة واحدة بس: جام لا ناتاسيون، أنا بحب السباحة. انفي تبقى جو نيم با لا ناتاسيون، أنا لو أحب السباحة. ما حولتش أي حاجة. وتاني حاجة عندي في موديل ظروف التكرار les adverbes de fréquence. ايه هم ظروف التكرار؟ دي ظروف بستخدمها للدلالة على درجة تكرار الحدث. يعني اقول لك انا مثلا اذهب الى المدرسة دائما، انا انام غالبا مبكرا، انا نادرا ما بروح النادي. ودول بيساويلوا في الانجليزي always never ومشتقاتهم. ايه هم ظروف التكرار اللي عندي بالفرنساوي؟ عندي toujours يعني دايما، généralement في الغالب أو غالبا، سوفو غالبا، بارفوا وكلك فوا أحيانا، رارمو نادرا، جامي أبدا. مرة كمان، تجور دايما، جنرالمو غالبا، سوفو غالبا برضو، بارفوا وكلك فوا أحيانا، رارمو نادرا، جامي أبدا. وظروف التكرار دي بستخدمها ازاي؟ بتجيلي غالبا بعد الفعل، زي جوجو توجور او فوتبول، انا بلعب دايما كرة قدم. او جوفي رارمو او كليب، انا نادرا ما بذهب للنادي. ونيجي للنقطة اللي بعد كده عندي وهي النفي. يعني ايه نفي؟ يعني بدل ما اقول انا احب اقول انا لا احب، انا العب انا لا العب. احنا متعودين النفي عندنا بالنو والبا. نبدأ بأول حالة، بنقول تنفي الجملة بوضع فعلها بين طرفي النفي، النو أو الإن أبوستروف والبا. النو لو الفعل مبدوء بساكن، الإن أبوستروف لو الفعل مبدوء متحرك. اديني مثال، أقول لك جوفي أو كليب، أنا أذهب إلى النادي. نشيل الجملة دي هتبقى جوني في با أو كليب، أنا لا أذهب إلى النادي. انت عملت ايه يا مس؟ انا دورت على الفعل عندي في ده اللي هو فيرب ألين، هحط قبل النو وبعده البا، وكده نفيت الجملة. بدل ما انا اذهب الى النادي اقول انا لا اذهب الى النادي. تاني حالة عندي في النفي، لو عندك في الجملة فعلين، الاول بيبقى متصرف والتاني في المصدر. لما تيجي تنفي هتعمل ايه؟ بنقول فقط يوضع الفعل المصرف بين طرفي النفي. هنحط الفعل المصرف اللي هو الاولاني بس بين طرفي النفي، والتاني بره النفي. اديني مثال يا مس. جيمالي او كليب، انا بحب اذهب الى النادي. نشيل الجملة دي، فين الفعل الاول؟ ايمي، هنحطه بين طرفي النفي يبقى جو. فيرب ايمي مبدوء بمتحرك يبقى ان بصرف. جو نيم با، انا لا احب الي اكلب الذهاب الى النادي. تالت حاجة عندك، النفي بيحول لك ادوات النكرة الى الدو او الدي ابصر. النفي بيحول لي ادوات النكرة الى الدو او الدي ابصر، ولسه قايلين من شوية النفي بيحول لك كمان ادوات التجزئة. خلينا في ادوات النكرة دلوقتي. النفي بيحول لي ادوات النكرة الى الدو او الدي ابصر. ايه هي ادوات النكرة؟ الان والإين والدين، إلا في حالة واحدة، إذا كان فعل الجملة هو فعل إتر. لو عندك فعل الجملة فعل إتر، في الحالة دي أدوات النكرة ما بتتحولش.
اديني مثال يا مس ليها وهي بتتحول ومثال ما تتحولش. اديك مثال وهي بتتحول، اقول لك tu as un stylo، انت معاك قلم، هتقول لي نو لا. جو انا، عندك فيرب ايه؟ فيرب افوار. جو ني با دو ستيلو، انا مش معايا قلم. ايه ده يا مس؟ ده الآ بقت دو. ليه؟ لان النفي بيحول لي ادوات النكره الى الدو او الدي ابوسترو. طب اديني مثال بقى مش هتتحول، مثال في اتر. اقول لك مثلا سيتا كوليجيان، انه طالب في المرحله الاعداديه. عايزه اقول لك لا هو مش طالب في المرحله الاعداديه، هتبقى سو ني با كوليجيان. ايه ده يا مس مفيش حاجه اتحولت ليه؟ لان فعل الجمله عندي هنا فعل اتر، ادوات النكره ما بتتحولش. ونيجي لتاني نوع من النفي عندي، هو النفي بنو والفعل جامي. نو جامي، نو جامي بمعنى ايه؟ بمعنى ابدا. امتى انفي بنو جامي بدل نو با؟ في حالتين. الحالة الأولى لو كان موجود لي في الجملة حاجة من ظروف التكرار الأربعة دول: توجور دائما، كيلك فوا أحيانا، بارفوا أحيانا، سوفو غالبا. يبقى أنا لو لقيت في الجملة كيلك فوا، بارفوا، توجور، سوفو، بنفي بنو جامي. اديني يا مس مثال. اقول لك توجو توجور او فوتبول، انت بتلعب دايما كرة قدم. هتقول لي ايه؟ اقول لك نو جو نجو جامي او فوتبول، انا لا العب ابدا كرة قدم. اديك مثال كمان: تيفا تيفا سوفو او كليب، انت بتذهب غالبا الى النادي. يرد علي يقول لي ايه؟ نو جو نيفي جامي او كليب، انا لا اذهب ابدا الى النادي. قلت لي يا مس ان في حالتين بننفي فيهم بنو جامي. قلنا الاولى لو في الجمله ظرف تكرار من ظروف التكرار الاربعه اللي قلنا عليهم. طب والحاله التانية لو انا بجاوب بالنفي على جمله استفهاميه بادئه بكلمه الاستفهام كون اللي هي بمعنى متى. اديني مثال يا مس. اقول لك كوتي با او كليب، متى تذهب الى النادي؟ ترد عليا تقول لي ايه؟ تقول لي جو نيفي جامي او كليب، انا لا اذهب ابدا الى النادي. ونيجي بقى للوحدة التانية. الوحدة التانية عندي بعنوان Tu veux aller à la fête de la musique، انت عايز تروح حفلة الموسيقى. اللي هناخده في الوحدة التانية، هناخد في الوحدة التانية وسائل مواصلات وحروف الجر اللي بتجيلي مع وسائل المواصلات. هناخد ازاي نقترح وازاي نقبل او نرفض الاقتراح، وهناخد كمان زمن المستقبل القريب، وده من ابسط الازمنة اللي ممكن تشوفها في حياتك. هنبدأ اول حاجة بالكلمات وبعدين ندخل على الشرح. اول حاجة اول جدول عندي هو جدول الكلمات المذكرة. كلمة هدية أكادو، أكادو. جاتو أو تورتة، أجاتو، أجاتو. رفض، أريفي، ريفي. مطعم، أريسترو، ريسترو. مستشفى، أنوبيتال، أوبيتال. مدعو، شخص مدعو اللي احنا داعيينه الحفلة يعني، أنا انفيتي. نجاح، أسوكسي، سوكسي. محل، أمجازا، مجازا. موقف أتوبيس، أنري، أنري. عمل أو شغل، أترافاي، أترافاي. تمرين، أن إكزيرسيس، أن إكزيرسيس. عيد ميلاد، أن أنيفرسير، أن أنيفرسير. باقة ورد، بوكيه ورد يعني، أبوكيه دو فلار، بوكيه دو فلار. بيض ملون، كلمة بيض لوحدها دوزو، ملون كولوري، يبقى دوزو كولوري. ونيجي لتاني جدول وهو جدول الكلمات المؤنثة. أول كلمة عندي حفلة، une fête، une fête. أغنية، une chanson، une chanson. دعوة، une invitation، invitation. محطة القطار، ودي كلمة من الكلمات المهمة، une gare، une gare. شاطئ، une plage، plage. سبب، une raison، raison. وعندي كمان كلمة بمعنى سبب، une cause، cause. اقتراح، une proposition، proposition. بيجي منها فيرب اسمه بروبوزي، يقترح. شمعة، une bougie، une bougie. مناسبة، une occasion، occasion. تهنئة، une félicitation، une félicitation. نجاح، réussite، réussite. محل هدايا، لا بوتيك دو سوفونير، بوتيك دو سوفونير. الأهرامات، لي بيراميد، لي بيراميد. ونيجي للجدول التالت عندي وده جدول المتنوعات. أول نقطة، يمارس رياضة الجري، فار دو جوجينج، فار دو جوجينج. يخيم، فار دو كومبينج، كومبينج. يتسوق، فار دو شوبينج. يركب الحصان، مونتي ا شوفال، مونتي ا شوفال. ودي بتساوي رياضة الفروسية اللي هي ليكيتاسيون. سعيد أو مسرور، جويو، جويو. سعيد برضو كونتون،
كنت مشغول occupé occupé. رائع سبريب سبريب. سريع رابيد رابيد. ما المريض مرض مرض. نيجي لآخر جدول وده جدول الأفعال. أول فيرب عندي يغني شونتي شونتي. يرقص دونسي دونسي. يحتفل فيتي فيتي. يبقى أو يظل ريستي ريستي. ينظم organiser organiser. يطفي سوفلي سوفلي. المقصود بيها يطفئ الشموع. يذاكر étudier étudier. يرفض refuser refuser. يقبل accepter accepter. يرفض الاقتراح ويقبل الاقتراح. يقترح proposer proposer. يحدد هوية identifier identifier. يحتفل célébrer célébrer. عندي فيربين بمعنى يحتفل célébrer وفيتي. يحضر assister assister. يهني féliciter féliciter. يشكر remercier remercier. يدعو inviter inviter. يجب devoir devoir. يقدم أو يعرض offrir offrir. يستطيع pouvoir pouvoir. ينجح réussir réussir. ونبدأ أول حاجة بزمن المستقبل القريب لو فيتير بروش. زمن المستقبل القريب ده زمن بستخدمه عشان يعبر عن حدث لسه هيحصل قريب. ايه الكلمات اللي لما تشوفها تعرف على طول ان انت في زمن المستقبل القريب؟ عندي دوما بكرة. عندي سوسوار هذا المساء. دون زائد فترة زمنية بمعنى خلال. وعندي بروشا يعني القادم أو الجاي. وعندي بيانتو قريبا. وأون زائد سنة قادمة سنة في المستقبل يعني. تاني دوما سوسوار دون زائد فترة زمنية. وبروشا القادم. وعندي بيانتو قريبا. وعندي أون زائد سنة قادمة سنة لسه جاية. زمن المستقبل بيكون عندي من ايه؟ بيكون من حاجتين. فيرب أليه مصرف زائد الفعل في المصدر. فعل أليه متصرف والفعل اللي بعده في المصدر. طب هنا أليه بمعنى يذهب؟ لا، هنا أليه بمعنى سوف. أديك مثال دوما بكرة جو في فيزيتي لي بيراميد. أنا سوف أزور الأهرامات. احنا قلنا الزمن بيكون من ايه؟ أليه مصرف زائد الفعل في المصدر. عندي في ده اللي هو فيرب ايه؟ فيرب أليه متصرف مع الجو. هنا بمعنى ايه؟ بمعنى سوف. أنا سوف أزور الأهرامات. أديك مثال كمان دوما بكرة il va sortir avec ses amis. هو سوف يخرج مع أصدقائه. هنا عندي صرفت فيرب أليه مع الإيل بقى va بمعنى ايه؟ بمعنى سوف. وحطيت فيرب سورتير زي ما هو في المصدر. يبقى أنا عندي زمن المستقبل القريب بيكون من ايه؟ أليه مصرف زائد الفعل في المصدر. هنا أليه بمعنى سوف. الكلمات اللي لما تشوفها تعرف ان انت على طول في زمن المستقبل القريب. أشهرهم كلمة دوما بكرة وبروشاء القادم أو الجاي. ونيجي بعد كده للاقتراح. ازاي اعمل اقتراح وازاي اقبل او ارفض الاقتراح؟ قلنا كلمة اقتراح اسمها ايون بروبوزيسيون وفيرب يقترح بروبوزي. ونيجي بقى لازاي اعمل اقتراح. عندي 4 طرق. قبل ما نبدأ في الطرق انا وانت هنفترض ان انا بقترح على صديقي الذهاب للنادي. فنطبق على ال4 طرق عندي دول بالامثلة. اول طريقة جو تنبيط زائد الفعل في المصدر اللي هي بمعنى انا بدعوك لكذا. اديني مثال يا مس. اقول لك جو تنبيط لي أوكلاب. أنا بدعوك للذهاب إلى النادي. تاني طريقة تفو زائد الفعل في المصدر أو اسم. زي أقول لك تفو علي أوكلاب. أنت عايز تروح النادي. 3 أمبو زائد الفعل في المصدر. بو ده اللي هو فيرب يستطيع بوفوار. فبقول مثلا أمبو علي أوكلاب. احنا نستطيع الذهاب للنادي. 4 ساتو دي دو زائد الفعل في المصدر ودي أهمهم. فأقول لك مثلا ساتو دي دالي أوكليب. إيه رأيك نروح النادي؟ ممكن أجيب ساتو دي في الأول وممكن أجيبها في الآخر. يعني ممكن أقول لك ساتو دي دالي أوكليب. ممكن أقول لك لوكلاب النادي ساتو دي. إيه رأيك؟ دي أساليب الاقتراح أو طرق الاقتراح. إزاي بقى أقبل اقتراح وإزاي أرفضه؟ عشان أقبل بنقول بور أكسبتي لكي تقبل. هقول وي ميرسي أيوة شكرا. افيك بليزير بكل سرور. بوني دي فكرة جيدة. جاكسبت أنا موافق. وي بوركوا با أيوة ليه لأ. أو أقول لك سي تري سامبا ده لطيف جدا أو ظريف جدا. جو بيان أنا أريد بشدة. طب وعشان أرفض بور ريفيزي هتقول إيه؟ نو جو نيم با سا أنا لا أحب ذلك. أو
بوف سانو مديريا، ده ما يهمنيش. ديزولي جو ne peux pas، آسف لا أستطيع، لا ما أقدرش. بوتاتر une autre fois، ربما مرة أخرى، ممكن مرة تانية. impossible je dois travailler، مستحيل أنا عندي شغل. نو جو سوي مالاد، أنا مريض. نو ميرسي، لأ شكرا. جو سوي اوكيبي، أنا مشغول. يبقى أنا كده عرفت إزاي أقترح وإزاي أقبل الاقتراح أو أرفضه. ونيجي بقى لحروف الجر مع وسائل المواصلات. احنا بنقسم وسائل المواصلات لنوعين: وسائل مواصلات نركب بداخلها ووسائل مواصلات نركب عليها. تاني، انا بتكلم عن حروف الجر مع وسائل المواصلات. هنقسم وسائل المواصلات لنوعين: وسائل مواصلات بنركب داخلها جواها، وسائل مواصلات نركب عليها. طب دول بياخدوا حرف الجر ايه ودول بياخدوا حرف الجر ايه؟ خد بالك معايا. وسائل المواصلات التي نركب بداخلها بس تكون غير مسبوقة بمحدد، يعني غير مسبوقة بأداة. يعني ايه يا مس؟ يعني حرف الجر لازق في وسيلة المواصلات على طول، دي تاخد حرف الجر اون. يبقى حرف الجر اون زائد وسيلة مواصلات نركب داخلها غير مسبوقة بمحدد. حرف الجر اون زائد وسيلة مواصلات نركب داخلها غير مسبوقة بمحدد، زي اون فواتير العربية، اون بيس الأتوبيس، اون مترو المترو، اون ترا الترا القطار، اون ترام الترام، اون تاكسي التاكسي. دي كلها وسائل مواصلات أركب بداخلها. طب نيجي لوسائل المواصلات التي نركب عليها، تأخذ حرف الجر ايه؟ تأخذ حرف الجر يبقى حرف الجر زائد وسيلة مواصلات نركب عليها غير مسبوقة بمحدد، زي افيلو على العجلة، موتو على الموتوسيكل، سكوتر السكوتر اللي هو السكوتر او الفسبة، شوفال على ظهر الحصان. ايه كمان؟ عندي التعبير ابيه اللي هو سيرا على الاقدام. طب يا مس انت عماله تقولي لي لازم تكون غير مسبوقه بمحدد. هل وسائل المواصلات اللي المسبوقه بمحدد ليها حروف جر تانية؟ ايوه، انا عندي حرف الجر دون وحرف الجر بار، بيجي بعديهم اي وسيله مواصلات سواء بتركب عليها او داخلها مسبوقه بمحدد، يعني مسبوقه باداه، زي ضم فواتير بسيارتي. هنا فواتير سبقت بالما، لكن ما جاش الحرف الجر لازق في وسيلة المواصلات على طول. اقول لك مثلا بار لوبيس بالاتوبيس، ما قلتش بار بيس، لا قلت بار لوبيس. في ملحوظة كمان، خد بالك فيرب بروندر اللي هو بمعنى يأخذ أو يركب بيجي بعده وسائل مواصلات مسبوقة بمحدد وليس حرف جر. زي ايه؟ جبرو لو تاكسي، أنا أخدت التاكسي. أقول لك جبرو مون فيلو، أخذت عجلتي. يجي معاه أي وسيلة مواصلات مسبوقة بمحدد وليس حرف جر. ونيجي لآخر موديل عندي وهو موديل تروا. عندي موديل تروا بعنوان جوفي أورسترو، أنا أذهب إلى المطعم. نبدأ بكلمات موديل تروا. أول جدول عندي هو جدول الكلمات المذكرة. أول كلمة كلمة نوع، أتيب تيب خادم، أسيرفار سيرفار نقود فلوس يعني، أنارجون أرجون طباخ، كويزينيه كويزينيه كاشير، كيسيي كيسيي خضار، ليجيم ليجيم سعر، بري اليورو يورو طريقة الدفع، مويا دو بايمون ليمون، سيترو سوبر ماركت، سوبر مارشي الكاري، لوكوري. نيجي بقى لجدول الكلمات المؤنثة، ونيجي لأول كلمة موظفة امبولويي مغامرة افنتير خزنة كاس مشروب بواسو. خد بالك من كلمة مشروب وكلمة سمك. بواسو مشروب، لكن بواسو سمك. خادمة سيرفاز مقبلات اللي هي بدايات في الأكل. إنونتري نوع إنسورت فوق خدنا نوع أتيب، وهنا إنسورت اللي فوق مذكرة لكن اللي تحت مؤنثة. كاشير كاسير زجاجة بوتي. نيجي للجنب التاني، وأول كلمة عندي الاستحسان أو التفضيل une appréciation عكسها عدم الاستحسان depreciation. طلب une commande بطاطس، une pomme de terre جنيه مصري، une livre égyptien الحساب، une addition. مستردة لا موتارد توابل، إبيس. ونيجي للجدول الثالث وده أسماء المطاعم.
أول حاجة مطعم الوجبات السريعة لو فاست فود، مطعم الخدمة الذاتية لو سيلف سيرفيس، مطعم بوجه عام ريستورون، مطعم بيتزا لا بيتزيريا، الكافيتيريا لا كافيتيريا، مطعم الكريب لا كريبري. نيجي بقى للغذاء والمأكولات والمشروبات. أول حاجة فراخ لو بولي، الصودا لو صودا، الهمبرجر لومبرجر، عيش الغراب اللي هو المشروب شامبينيون، الكباب لو كباب، عصير الليمون لا ليموناد، اللحم لا فيوند، الآيس كريم لا جلاس. نيجي الجنب التاني فطيرة لا تارت، بطيخ لا باستيك، بطاطس مهروسة لا بيوري، رغوة شوكولاتة لا موس أو شوكولا، مربى لا كونفيتير، عجة البيض لومليت، مية معدنية لو مينرال، مأكولات بحرية لفروي دو لامار، عدس ليلونتي. ونيجي بقى لجدول الأفعال، وأول فعل عندي يطلب أو يوصي كوموندي، كوموندي يجلس في مكان بلاسي، يستحسن أبريسيي، لا يستحسن ديبريسيي، يشرح اكسبليكي، يرغب ديزيري، يحضر أبورتي، ياكل مونجي، يوضح أو يبين مونتري، يتكلف فعل التكلفة كوتي، يقول دير، يدفع بيي. نيجي للجدول اللي بعد كده وده لي مويا دو بيمو، وسائل الدفع. بندفع ايه؟ اما كاش او فيزا. بالفيزا افيك لا كارت بونكير، طب كاش اون اسبيس. وتعالى بقى معايا لاخر جدول وهو جدول المتنوعات. بارد فروا، حار او متبل ايباس، مطهو او مطبوخ كوي اللي هو مستوي يعني، خاص سبيسيال، مشوي جريي، جريي، لذيذ ديليسيو، ديليسيو، ممتاز اكسلون، اكسلون. انا اريد او انا عايز، وده طلب بطريقة مهذبة. جو فودري وبيجي بعديها الفعل في الانفينيتيف، الفعل في المصدر. استطيع جو بوري وبيجي برضو بعديها الفعل في المصدر. عندي تعبيرين، تعبير اسمه يشعر بالجوع وتعبير يشعر بالعطش. يشعر بالجوع افوار فا، يشعر بالعطش افوار سواف. مقلي فري، فري مؤنثها فريت. مشوي روتي، روتي. طازج فري، فري مؤنثها فريش. سريع ربيض. موديل تروا عندي كله بيتكلم عن المأكولات والمشروبات. عندي 3 أفعال هنا مهمين جدا. فعل منجي وده بمعنى يأكل، بيجي بعده المأكولات فقط. فيرب بوار وده بمعنى يشرب، بيجي بعده المشروبات فقط. وفيرب بروندر بمعنى يأخذ أو يتناول، ودي يجي بعده المأكولات والمشروبات وحتى الوجبات. طب عشان أتكلم عن المأكولات والمشروبات بستخدم أدوات إيه؟ بستخدم أدوات التجزئة اللي هي الدو، دولا، دو الأبوستروف دي. تعالى ما نقول بالراحة كده. الدو بيجي بعديها إيه؟ اسم مفرد مذكر مبدوء بساكن، زي جو مانج دو بولي، أنا باكل فراخ. طب الدولا بيجي بعديها إيه؟ اسم مفرد مؤنث مبدوء بساكن، زي جو مانج دو لا فيوند، أنا باكل لحم. طب الدو إلا أبوستروف بيجي بعديها اسم مفرد مذكر أو مؤنث مبدوء بمتحرك، زي جو بوا دلو، أنا بشرب مية. طب والدي بيجي بعديها اسم جمع بنوعيه سواء كان جمع مذكر أو جمع مؤنث، زي جبرو دي ليجيم دي فروي، أنا بتناول خضار وفاكهة. خد بالك قايلين واحنا بنتكلم عن الرياضات إن أدوات التجزئة عند النفي تتحول للدو أو الدي أبوستروف. هنا بتتحول برضو يا مس؟ أيوة هنا كمان بتتحول. اديني جملة أقول لك جو بوا دو تي، أنا بشرب شاي. عايزة أنفي الجملة هقول جو نو بوا با دو تي. حولنا يا مس؟ أيوة حولنا من الديو للدي إي. طب تمام اديني كمان جملة جو مانج دو لا فيوند، أنا باكل لحم. هنفي جو نو مانج با دو فيوند، أنا لا أكل اللحم. هنا حولنا ولا ما حولناش؟ حولنا. يبقى النفي بيحول لي أدوات التجزئة إلى الدو أو الدي أبصر. طب هديك مثال كمان، جيم مونجي دو بولي، أنا بحب آكل فراخ. عندك في الجملة هنا كام فعل؟ فعلين، إيمي ومونجي. احنا عندنا النفي بنحط فعل ايه بين طرفي النفي؟ الفعل الأول، يبقى جو نيم با، أنا لا أحب. مونجي، مونجي اتحطت بين طرفي النفي؟ لا بره النفي، يبقى جو نيم با مونجي دو بولي. هنا ما حولناش ليه يا مس؟ هنا ما حولناش لأن النفي ما وقعش على فيرب مونجي. امال لو وقع على فيرب ايه؟ وقع على فيرب ايمي، وفيرب مونجي ملوش دعوة، وفيرب مونجي أداة التجزئة جاية هو معاه.
فطبعا هنا مش هنحول، هنسيبها زي ما هي. طب ماشي، عندك أفعال الميل والرغبة، ايمي، ادوري، بريفيري، ديتستي، تنفع تيجي مع المأكولات والمشروبات؟ تنفع عادي. يجي معاها هنا ايه يا مس، أداة تجزئة برضو؟ لا، أفعال الميل والرغبة ما بيجيش معاها أي أدوات غير أدوات المعرفة، اللو واللا والأبوستروف واللي. اديني مثال، أقول لك جام أنا أحب، لو كافيه القهوة، أقول لك جادور أنا بعشق مثلا لو صودا الصودا، أقول لك جو ديتست أنا بكره، ليلونتي العدس. واخر حاجة عايزاك تركز عليها هي تصريفات افعال المجموعة التالتة. دول مجموعة من افعال المجموعة التالتة اللي موجودين عندك في المنهج ومطلوب منك تعرف تصريفهم. حاول تحفظهم على قد ما تقدر، هتلاقيهم برضو موجودين معاك في الPDF. وبكده اقدر اقولك ان انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. طب ده كان فيديو ايه؟ ده كان فيديو الشرح، ده المراجعة الجزء الاول منها، ده الجزء الخاص بالشرح. اتبقى معانا ايه؟ اتبقى معانا الجزء الخاص بالاسئلة وحل الامتحانات، وده هينزل لك بكرة ان شاء الله. وبكده اقدر اقول لكم ان انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. اي سؤال او استفسار اكتبوه تحت في الكومنتات او ابعتولي على جروب التليجرام. اشوفكم في فيديو المراجعة ان شاء الله. اوريفوار.